هناك 3 وصايا أنا أسميها ذهبيات. الوصية الأولى: من أراد منكم أن يغفر الله ذنبه. والوصية الثانية: من أراد منكم الثبات عند السؤال في قبره. والوصية الثالثة: من أراد منكم بيتا في الجنة. وهذه الوصايا الثلاث لن تأخذ 5 دقائق منك في يومك. أما من أراد أن يغفر الله ذنبه، روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لن تأخذ دقيقة ونصف وأنت الحكم. الوصية الثانية: من أراد الثبات عند السؤال في قبره، عند أبي داود وصححه، قال صلى الله عليه وسلم: إن في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له، تبارك الذي بيده الملك. قال ابن عباس: من قرأ سورة الملك في يوم وقاه الله فتنة القبر. اللهم قنا يا رب العالمين فتنة القبر. والله يا إخوة أن قراءتها قراءة حدر لن تأخذ 2 دقيقة ونصف. اللهم إنا نسألكم فضلك. الوصية الثالثة: من أراد منكم بيتا في الجنة، روى الإمام أحمد في مسنده والحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ في يوم قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم افتح علينا فتحا من عندك يا رب العالمين.